وبما بقى ان احنا اتكلمنا عن هشام حطب، هنقف شويه كده عشان برضو اقريك المشهد معايا واقول لك مين هم اللي بيتحكموا في المشهد ومين هم الفاسدين اللي عمالين يحاربوا هذا الرجل الشريف. يعني في مجموعه فاسدين ومجموعه اخوان الدوله ساكته عليهم وقاعدين كلهم كده تحت مرأى ومسمع الدوله يحاربوا في الراجل الشريف ده. فهشام حطب هحكي لك قصته مع واحدة اسمها حنان الدريني. مين حنان الدريني؟ تعال نسمع المقطع ده ونسمع المستشار قال عليها ايه ونرجع نكمل كلامنا. ازاي انت بتبعت له؟ تمام؟ فاهم يا هشام؟ بفهمك القانون وبقول لك من فضلك بكل ادب واحترام ابعد عن نادي الزمالك. خلاص؟ ورحمة حنان الدريني ابعد عن نادي الزمالك. مين حنان الدريني؟ واحدة كده جت في المجلس. بص بقى يا سيدي الفاضل، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية هو رئيس الاتحاد أو رئيس اتحاد الفروسية. كان في مرة من المرات طلب دعم مالي من وزير الشباب والرياضة، ووزير الشباب والرياضة اداله هذا الدعم المالي. بدل ما يخش خزينة اتحاد الفروسية دخل على حساب شخصية اسمها حنان الدريني اللي المستشار مرتضى منصور مرضيش يحكي تفاصيلها، هنحكي تفاصيلها هنا مع بعض. دخل لحساب شخص اسمه حنان الدريني وده مخالف طبعا للقانون. ولما طلع الحساب ده او الفلوس دي طلعت من حساب حنان الدريني لخزينة اتحاد الفروسية طلعت ناقصة. طيب مين حنان الدريني كمان؟ خد عندك المفاجأة دي. في نادي في اسكندرية اسمه نادي MVP، اسمه نادي MVP. النادي ده مملوك لهشام حطب، وايضا شركته في النادي ده هي حنان الدريني. شوف احنا وصلنا لقد ايه فساد. يعني هشام حطب اصلا متهم بوجود فساد مالي، فتح حساب باسم شخص تاني. نفس القضية اللي حاصلة مع المهندس هاني زادة، القصة الشهيرة لما عمل حسابات لما كان ممدوح عباس حاجز على أرصدة النادي وراح نادي الزمالك فتح حساب شخصي باسم هاني زادة. الدنيا قامت وقال لك ده مخالف للقانون. هشام حطب عمل نفس الحاجة، فتح حساب باسم حنان الدريني دي وحول فلوس من عندها لاتحاد الفروسية وحولها ناقصة. ده أول حاجة. تاني حاجة إن هو يمتلك نادي وده قانونا وشركته هي حنان الدريني في هذا النادي MVP بالاسكندريه، وقانونا ده غلط لانه ما ينفعش يكون هو رئيس اللجنه الاولمبيه ويمتلك نادي. ما ينفعش الكلام ده خالص. واللي اشهر هذا النادي هو المهندس خالد عبد العزيز. يعني بقول لك بص، كل الفاسدين كده كله منفذ على كله، فساد وفاسدين ومستفيدين وبيتحموا من مسؤولين. يعني انت فاهم ازاي؟ ده هشام حطب وده كمية الفساد الموجودة في المنظومة الرياضية. كل دول بيحاربوا شخص وبيحاربوا نادي الزمالك.